قاد الجزائري بغداد بنجاح فريق السد لبلوغ الدور قبل النهائي من مسابقة كأس أمير دولة قطر بالفوز على الإخراطيات ب4 أهداف مقابل هدف. فوق أرضية ميدان عبد الله بن خليفة كان لابد للسد من فرض هويته كواحد من الأضلاع الأربعة في مسابقة كأس الأمير أمام منافسه الإخراطيات. السد بدأ بالضغط المبكر عبر ركلة حرة مباشرة من تشافي مرت بسلام فوق مرمى الإخراطيات. ضغط السد استمر قرب مرمى أحمد سفيان وقد أثمر هدفا عبر الجزائري بغداد بنجاح. وبالرغم من ضغط بطل كأس قطر إلا أن الإخراطيات أدرك التعادل بواسطة سنجار تورسونوف بتصويبة استقرت في مرمى الحارس سعد الدوسري. فرحة الإخراطيات بالتعادل لم تدم أكثر من 6 دقائق، حيث عاد بغداد بنجاح ليضيف الهدف الشخصي الثاني للسد وسط انزعاج الحارس أحمد سفيان. شهية بنجاح على مرمى الإخراطيات لم تتوقف في الشوط الأول بهدف ثالث عند الدقيقة 40 قبل أن يختتم رباعية فريقه في شباك سفيان من علامة الجزاء في آخر أنفاس المشهد الأول. الوضع استمر على حاله في المشهد الثاني، حيث كثرت فرص السد الضائعة قرب مرمى الحارس أحمد سفيان، وكأن الوقائع الأولى للمواجهة تبدلت بصورة تامة في الشوط الثاني، حيث بدا الطرفان وكأنهما اكتفيا بالنتيجة ليودع الإخراطيات البطولة، بينما يستمر السد كواحد من أبرز المرشحين للقب. أكيد مازلنا قريب 7 أيام أو 8 أيام على النصف النهائي. نحن نحاول نسترجعوا اللياقة تاعنا. الحمد لله اليوم نخدموا مع المدرب، نركزوا على المباراة تاعنا، نحاولوا ما نعملوش أخطاء ونفوزوا بالنصف النهائي باش نمشيو النهائي إن شاء الله.